ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن سلالة خاصة جدا ونادرة من انواع الكلاب، وهي سلالة الريدج باك. كلمة الريدج باك معناها الظهر الخشن بالانجليزي، وسبب تسمية الكلاب دي بالاسم ده هو خط الشعر في ظهرهم على طول العمود الفقري اللي بيبقى عكس اتجاه باقي شعر جسمهم، واللي بيديهم الشكل المميز ده. بيوجد في العالم كله 3 انواع كلاب ريدج باك فقط، وكلهم بيعتبروا كلاب صيد متعددة الاغراض. يلا بينا نتكلم عنهم. رقم 3، الفوك ووك ريدج باك، كلب صيد فيتنامي، ويعتبر أندر أنواع في التلاتة اللي هنتكلم عليهم النهاردة. كلب صيد سريع التعلم، حركته أنيقة بالرغم من إنه متحفز ضد الغرباء، ولكنه مش شرس بالضرورة. ألوانه متعددة، منها المخطط والبني والرصاصي والأسود. رقم 2، التاي ريدج باك، كلب صيد تايلاندي بيتميز بجسمه العضلي وشعرته القصيرة وألوانه النادرة اللي بتكون أسود رصاصي أو أزرق. كلب ذكي متحفز، عضته قوية وسريع جدا، ولا يصاحبه وأسرته فقط. بجانب كونه كلب صيد ينفع كمان يبقى كلب حراسة. رقم 1، الروديجن ريدج باك، كلب صيد من جنوب أفريقيا ويعتبر أشهر أنواع الريدج باك على الإطلاق. كلب قوي جدا جسديا وشجاع وحركته سريعة بالنسبة لحجمه. عنده ثقة في نفسه لما بيصطاد في جميع الظروف البيئية. كان وما زال بيستخدم لحراسة القبائل الأفريقية من الحيوانات البرية المفترسة، بجانب وظيفته الأساسية ككلب صيد. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.